عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده اعمل لكم الكوسه بالبشاميل، طعمها خطير وهيعجبكم قوي. ماشي، احنا قطعنا الكوسه زي ما انتم شايفين كده، وكان في عندنا حبه لحمه كده باقيين، هنحطهم على النار وهنبتدي نشوحهم. ماشي، ونحط عليهم شويه فلفل كده. هنبتدي نبشر حبه كوسه الطيب. ماشي، ونحط فلفل اسمر، ونحط ملح، الحدق اللي هو بتاع الكوسه اللي احنا هنعمله، ونبتدي بقى نشوح فيها كده لحد ما تدبل خالص. وبعد كده اقول لكم هنكمل ازاي. بصوا شكلها بقى ما دبلت خالص ازاي. هنبتدي بقى نفضيها هنا. نحط البشاميل اللي عليها. نسوي بقى كده. ماشي، يعني ما فيش اسهل من كده. اسهل اكله ممكن تقومي تفكري وتعمليها في نص ساعة. في ثواني. بس دي ما تكفيش عيلة. احنا عاملينها كده عشان كان في بواقي كوسه عندنا. هناخدها بقى نحطها في الفرن بعد ما سويناها كده بالبشاميل. وبالهنا والشفا بقى.